الشرحات المطفاية إلها كتير طرق، بس هي من أطيب طرق شرحات المطفاية. بداية راح أقشر بطاطا، بعدين بقطعها تكون شوي سميكة بهذا الشكل. هدول البطاطات فيكم تسلقوهم سلق، بس أنا أطيب، أنا راح أقليهم. هون البطاطا استوت، لازم نخليها تستوي على الآخر، نشيلها. ولأكلة الشرحات المطفاية أطيب شي إنه تستخدموا الفتايل الدجاج، بتضل طرية بيطلع طعمها غير شكل. هي فتايل الدجاج اللي بتجي بكعب الصدر. طبعا هي الأكلة ما بدها كتير بهارات. أول شي أكيد الملح أساسي، لأنه بنوزعه بهذا الشكل. راح أحط لهم زنجبيل، وكزبرة مطحونة اختياري، فلفل أبيض، وهيل، شوية هيل، ما رح كتر. وهدول الصوصين اللي رح ضيفهم اختياري، مو ضروريين. الأكل بتطلع بدونهم طيبة ومعهم طيبة، بس يعني أكيد معهم أطيب. صويا صوص، ورح أضيف كمان شطة. هالأكلة كتير طيبة مع الشطة. هلا شوي شوي رح أحرك كل المكونات مع بعض بهذا الشكل. هيك تتبلوا منيح. رح أغطيهم، قلت لكم شي 10 دقايق تقريبا. كل ما تركتوهم أكتر بيطلعوا أطيب أكيد، بس هو هذا النوع من الدجاج فورا بيتشرب التتبيلة. عندي هون فطر مسحته ومقطعته، بدي حمصه شوي بالزبدة. هذا الدجاج فيكم تحطوه بصينية وتشووه بالفرن، أو فيكم تشووه على الجريل أو على المقلاية اللي بدكم إياه. أنا رح أشويه بالمقلاية. كل الأحوال بتطلع طيبة، أنا جربتها يعني بكل الأشكال. هون عندي المقلاية حميتها كتير، حط لها شوية زيت. فيكم حتى تحطوا ليه، اللي بحب طعمة الليه بالشرحات فيه يحط، بس هي لازم تحطوا زيت. تحمل مقلاية نزلهم وحدة وحدة. ما بنقلب الدجاج حتى يتحمر من تحت، او لحتى يصير في بياض على حواف الدجاج، حتى يصير هون بياض. شايفين البياض؟ هلا بنقلبها. شوفوا من تحت كيف صار لونها. بنخليهم لحتى يتحمروا من الطرف الثاني، بعدين بنشيلهم. اخذوا تحميره من الطرف الثاني، هلا بشيلهم. رح اعملهم دفعه دفعه. ريحتهم بتشهي. واكيد لازم نعصر كميه وفيره من الليمون، ولازم تنتبهوا اذا الليمون فيه مرار او لا. اذا كان الليمون مر بينسى طعمه الاكل كله. وفيكم تستبدلوا الليمون بملح ليمون، كمان بتطلع طيبه، بس اكيد الليمون صحي اكثر. وهلا رح طبقهم مع بعض بجاط. طبعا انتم فيكم تكملوهم بالمقلايه، يعني ما بتفرق، بس بالفرن اطيب. حابه اعمل هيك شوي بالفخار. بالفخار بيكون طعمه غير شكل. الدجاج نفس المقلاية اللي قليت فيها الدجاج رح اطبخ فيها الصوص، لانه شايفين هذا الدجاج هون بيعطي طعم للصوص كتير طيب. رح احط ملعقتين طحين، رح احط مرقة ماجي او مرقة دجاج، بحركهم لحتى يتماسكوا. شايفين الصوص كيف عقد؟ هيك بدي يصير. هذا هو قوام الصوص. رح احط فوق الصوص ليمون. وهالأكلة أكيد بدها توم كتير، عندي هون راس توم كبير، رح أقشره وأهرسه.
نعمل لهم تحريكة. لازم يكون هذا الصوص ملحه تمام عشان ما يأثر على ملح الأكل. حط الصوص. مثل ما قلت لكم انتم فيكم تكملوا الاكل بمقلايه، اما انا رح اخذها على الفرن. شوفوا كيف صار قوامها من جوا. يا سلام. طبعا هي ما بدها وقت كتير بالفرن، بكفيها غلوه واحده. اذا جربتوها بهي الطريقه رح تاكلوا اطيب شرحات مطفايه بالعالم. يلا على السفره. شوفوا الدجاج كيف دايب ذوبان وكأنه سمك. شايفين الدجاج؟ أشهد أن لا. وهي الأكلة بتتاكل بالخبزة. ناخد الدجاج. شوفوا الدجاج شلون دايب. يا سلام. الدجاج مع البطاطا مع الفطر مع الصوص كله بلقمة واحدة. هيك بتاكل. طعمتها رهيبة، لازم تجربوها بهي التفاصيل وبهي الطريقة. مع السلامة.